السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. النهاردة جاية وجايبة لكم معايا وأحداثها حقيقية وحصلت بالفعل وبدأت تظهر في الفترة الأخيرة، وهنتعلم منها درس مهم جدا. بس في الأول نصلي على رسولنا الكريم أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيعي يا رسول الله، وما ننساش اللايك يا حبايب قلبي. ودلوقتي بقى نبدأ حكايتنا، وأحب أعرفكم على بطلتنا الست محاسن اللي عندها 60 سنة، وجوزها راح وهي صغيرة وفي عز شبابها، وكان معاها 3 أولاد كبرتهم وعملت لهم شقق في بيتها وشقيت عليهم. بس لما اتجوزوا حصل اللي ما كانش متوقع أبدا. وفي يوم محاسن كان بتنده على شروق مرات ابنها وقالت لها: بنت يا شروق، انت يا بنت يا شروق. وردت عليها شروق مرات ابنها الكبير وقالت لها: ايوه يا حماتي، في حاجة ولا ايه؟ ما جهزتيش ليه الغدا لحد دلوقتي انت والبت فاطمة؟ ايه مستنيين اديكم الاذن ولا ايه؟ احنا لسه ما جهزناش الغدا يا حماتي. ليه ان شاء الله؟ امال رجالتكم الشقيانة دي هتيجي تاكل ايه؟ هتاكل طوب؟ وطلعت فاطمة مرات ابنها الوسطاني وقالت لها: استني انت يا شروق، انا بقى اللي هرد عليها. جرى ايه يا بت منك ليها؟ ما تتكلموا كده على طول، في ايه؟ انا عايزه افهم دلوقتي يا حماتي، انت ليه بتفرقي بين مراتات ولادك في المعامله؟ انا يا بنتي برضو اخصى عليكي يا فاطمه، ده انا بقول لنفسي ربنا رزقني ب6 عيال مش ب3 بس. امال ليه بقى يا حماتي مشغلانا عند الست علا وهي قاعده مرتاحه واحنا اللي شايلين البيت كله على دماغنا؟ يا بنتي دي لسه عروسه ومن حقها برضو تتدلع لها يومين، وبعد كده هقسم لكم شغل البيت عليكم كله. وقعدت فاطمة جنب حماتها وقالت لها بكل خبث: يا ماما، انتي عارفة كويس قوي اني اكتر واحدة بحبك في البيت ده كله، وبعملك كل اللي انتي عايزاه كمان. فاكرة لما انتي كنت تعبانة مين اللي قعد تحت رجليكي في المستشفى؟ الشهادة لله محدش عمل معايا اللي انتي عملتيه معايا يا بنتي. والبت شروق برضو شالتني على كفوف الراحة. وعشان كده بقى يا حماتي احنا بنتكلم على مصلحتك. خالد ابنك الصغير ومتدلع حبتين، وكمان البت علا ممكن تاكل دماغه. انت مش شايفاها يا حماتي مقعداه عندها في الشقة ومش مخلياه حتى ينزل ياكل معانا، مع اننا يعني بيت عيلة ببعض. فاطمة معاها حق في كل كلمة بتقولها. دي فاطمة تاني يوم جوازها جابت حسن ونزلت فطرت معانا تحت وجهزت معانا الفطار كمان. فاكرة ولا لا؟ فاكرة يا بنتي، بس انتوا برضو بنات أصول، إنما هي اتربت من غير أب وأم، وخالتها هي اللي مربياها، ما تعرفش يعني إيه الأصول ويعني إيه الاحترام. وانتي بقى يا حماتي هتسكتي لها ولا ايه؟ انتي لو هتسكتي يبقى انا وشروق مش هنعمل اي حاجة في البيت تاني. ايوه يا حماتي، لا تكون هي بنت ناس واحنا يعني ولاد. لا، الحال ده ما يتسكتش عليه ابدا. وسعي كده يا بنت انت وهي، انا طالعه لها وهتصرف معاها كويس قوي. وخبطت محاسن على باب شقه مرات ابنها خالد، وبعد شويه فتحت لها علا وهي لابسه قميص قصير، وبصت لها محاسن وقالت لها: جرى ايه يا بت اللي انت لابساه ده؟ وازاي تفتحي بيه باب الشقه؟ وماله بس يا حماتي اللي انا لابساه ده قميص نوم. لا يا حبيبتي، احنا ما عندناش هنا المسخرة دي. شايفة سلايفك لابسين ايه؟ انا بقى عايزاكي تلبسي زيهم كده. حاضر يا حماتي، لما ابقى انزل تحت ابقى البس اللي انتي عايزاه. تعالي اتفضلي، اهلا وسهلا بيكي. ده خالد نزل وشوية وراجع. لا يا حبيبتي، انتي بقى اللي هتتفضلي عندي تحت. كفاية بقى دلع عليكي لحد كده، ولازم تنزلي وتشوفي ايه اللي وراكي تحت. انا مش فاهمة منك اي حاجة يا حماتي، ايه اللي ورايا بالظبط يعني؟ وبصت لها محاسن من فوق لتحت وقالت لها: لما تنزلي تحت يا حبيبتي هتعرفي انا عايزة منك ايه. ومحاسن قالت كلامها ونزلت على تحت على طول، ولقت شروق شايلة بنتها
وقاعدة وفاطمة قاعدة جنبها، وسألتها فاطمة وقالت: اوعي تكوني زعلتيها يا حماتي، هزعل منك والله. اسكتي اسكتي يا بنتي يا فاطمة، ده انا شكلي كده خبت على الاخر وانا بنقيها لابني. البت مسهوكة على الاخر، البت طرية كده في نفسها. لا، ده انا ما يعجبنيش الحال الميل ده ابدا. وفاطمة وشروق بصوا لبعض وقعدوا يضحكوا. وبعد شوية نزلت علا على تحت، وكانت لابسة عباية بيتي، بس كان شكلها حلو جدا. خلت فاطمة تبصلها وهي متكادة منها، وقالت علا بكل هدوء: اديني جيت اهو يا حماتي، خير بقى في ايه؟ سنة عشان تنزلي يا اختي؟ بقالك شهر متجوزة ولسه بتدلعي علينا لحد دلوقتي؟ وانا اتدلعت فين بس يا حماتي؟ لما حضرتك قلتيلي انزل ما انا نزلت على طول اهو. خلاصة الكلام، ادخلي اغسلي يا اختي الاحمر والاخضر اللي في خلقتك ده، وادخلي جهزيلنا الغدا يلا يا بت. حاضر يا حماتي، هعملك كل اللي انت عايزاه. ودخلت علا على المطبخ وقربت شروق من فاطمة وقالت لها بكل شماتة: البت دي شكلها هبلة ومش هتسلك ابدا مع حماتك. يا اختي ما انت كنت زيها كده اول ما جيتي عندنا، لولايا انا اللي خليتك تاكلي بعقل حماتك حلاوة، كان زمانك كده عايشة في نكد ليل ونهار. طيب واشمعنى علا يا اختي مش راضية تساعديها وعمالة من صباحية ربنا تقومي في حماتك عليها؟ انا مش ناسية ابدا يوم فرحها والكل اللي يشوفها يقول عليها احلى واحدة بسلايفها، وانا محدش يبقى احلى مني ابدا يا شروق. هو انت هتقوليلي يا فاطمة ما هي سايقة فيها العوج من يوم ما جت هنا البيت، وهي لابسة وحاطة مكياج قد كده؟ شفت العباية اللي هي نازلة بيها دي؟ قصدة تكدني انا وانتي والله لا خليها تندم على اللحظة اللي نزلت بيها عندنا هنا. وبعد شوية كانت علا مشغلة أغاني وهي بتطبخ في المطبخ، فدخلت عندها فاطمة وبصت لها من فوق لتحت، وراحت وقفت جنبها وقالت لها: تحب أساعدك في أي حاجة يا لولو؟ شكرا ليك يا فاطمة، عايزاكي طيبة دايما يا حبيبتي. هو احنا كل يوم واحدة فينا بتجهز الأكل؟ أيوة يا حبيبتي، كل واحدة فينا بتمسك البيت هنا وتجهز الغدا وتحضر المطبخ. بس حماتي بقى. الله، مالها حماتي يعني يا فاطمة؟ يعني هي ساعات بتستكردنا كده وبتفضل تدينا حاجات زيادة عن شغل البيت. والله لو عليا مش مهم، بس كل اللي حاسس في نفسي هي البت شروق دي مش ملاحقة على البيت ولا حتى على جوزها ولا بنتها. لا طبعا ملهاش اي حق. طيب ليه ما تعملوش على قدكم يعني وعلى قد مقدرتكم؟ يا اختي هو في حد بيقدر عليها ابدا؟ دي ممكن تعمل اي حاجة وتقلب جوازتنا علينا. ده انت لسه هتشوفي نصيبك معاها جاي جاي، وربنا يعينك عليها يا حبيبتي. خير يا فاطمة ان شاء الله. على العموم انا مش هعمل اي حاجة وحشة، وهو بعمل اللي بقدر عليه. يعني احنا يا اختي اللي كنا وحشين معاها مثلا؟ على العموم انا قلتلك عشان تاخدي بالك بس مش اكتر. وطلعت فاطمة من المطبخ وراحت لحماتها على طول، وهي عاملة نفسها زعلانة وبتعيط، وقالت: بالله عليك يا حماتي ربنا يعينك عليها. في ايه يا بنتي بس؟ ايه اللي حصل؟ ابدا يا حماتي، انا بقول لعلا ما تعمليش الشطة في الاكل زي ما انتي قلتيلي بالظبط. اقول لها فركشتني من عندها من المطبخ وقالت لي مش كفاية بطبخ لكم؟ لا بقى، ده انا اللي هروح اشوف لي حل معاها. لا بالله عليكي يا حماتي عشان خاطري انا بلاش تعملي معاها اي مشاكل. هو انت قلقانه منها كده ليه؟ يعني يرضيك اللي هي بتعمله ده؟ وانا ولادي كلهم مش بيحبوا الشطه. وانا اقلق منها ليه بس يا حماتي؟ هي ولا تفرق معايا خالص. انا بس مش عايزه الناس تقول عليكي ان انت بتنكدي على مرات ابنك وهي اول شهر ليها في جوازها. طيب قولي لي اعمل ايه يا بنتي يا فاطمه؟ اسكت لها عشان تزيد فيها كمان وكمان؟ لا يا حماتي، قربي مني كده وانا هقولك هتعملي ايه معاها بالظبط. وبعد شوية اتلموا كلهم على الغدا وحضرت علا السفرة، وكانت متحمسة جدا لانها اول مرة تطبخ لاهل جوزها. وكانت شروق وفاطمة بيبصوا لبعض بكل خبث، وفاطمة قالت:
تسلم ايديكي يا لولو على الاكل شكله جميل جدا. تسلمي يا حبيبتي، وان شاء الله طعمه يعجبك اكتر واكتر. من قبل ما ادوق الاكل اكيد هيكون احلى اكل دقته في حياتي كلها. قلت ايه يا خالد؟ سمعني كده، اصل انا ما سمعتكش بتقول ايه. ها؟ قصدي يعني يا ماما مفيش بعد اكلك طبعا يا ست الكل. وكلهم قعدوا يضحكوا، وكل واحد فيهم حط لقمة ببقه قعد يكشر، حتى علا نفسها اللي بقها ما بقتش قادرة منه من كتر الشطة اللي مالية الأكل كله. ومحاسن قامت مرة واحدة وقعدت تزعق وتقول: انتي ايه اللي انتي عاملاه ده يا بنت انتي؟ مش انا بعتلك فاطمة تنبهك وتقولك ان احنا ما بنحبش الاكل يكون فيه شطة؟ وعلا اللي عيونها اتملت دموع وقالت: لا والله يا حماتي، محدش قال لي اي حاجة، وبعدين انا فعلا عملت الشطة في الاكل بس كمية قليلة، مش كل ده والله. وانا بقول لكم اهو مفيش اي شطة تتعمل في الاكل، انت ما سمعتيش كلام فاطمة ليه؟ خلاص يا جماعة حصل خير، اصل علا تلاقيها كانت متوترة وما خدتش بالها يعني. والله يا خالد انا فاكرة كويس قوي، وبعدين فاطمة دخلت واتكلمت معايا بس ما قالتليش على موضوع الشطة ده خالص. قصدك ايه بقى ان شاء الله يا ست علا؟ ان انا بكدب مثلا؟ والله يا جماعة هي ردت عليا وقالت لي ان انا مش بعملها وحش، واهو بعمل كل اللي عليا. ايوه فعلا انا قلت كده، بس يعني واهو اديكي وقعتي بلسانك قدام الكل. ايوه حصل يا حماتي، انا كنت بعمل الرضا لبنتي في المطبخ وسمعتها وهي بتقولك كده يا علا. يعني مش كفاية بوظت الأكل وكمان بتعملي لنا مشاكل؟ اخصى عليكي، وأنا اللي كنت بقول البت يتيمة وغلبانة وملهاش في اللف ودوران والحركات النص كم دي. ما خلاص بقى يا ماما، ما أنا قلتلك علا ما كانتش تقصد أي حاجة، وعلا أحسن بنتي في الدنيا كلها، وأرجوكم بقى ما تضايقوهاش أكتر من كده. ورد عليه سيد أخوه بكل عصبية وقال: طيب ياللي بتدافع عن مراتك قوي وبتزعق في امك عشانها، تقدر تقولي هنتغدى ايه دلوقتي بعد ما الهانم مراتك بوظت كل الاكل؟ خلاص يا سيدي انا هطلب لكم اكل جاهز من بره على حسابي، بس مفيش حد فيكم يكلم علا باي كلمه تضايقها. وقعدت تعيط علا وسابتهم وطلعت شقتها وهي حزينه على كل اللي حصل من حماتها واخوات جوزها. وطلع خالد وراها على طول وقال: انت ليه بتعيطي دلوقتي يا حبيبتي؟ ما حصلش حاجة لكل ده يعني. والله يا خالد انا ما عملتش الشطة في الاكل ولا حتى فاطمة قالت لي اي حاجة. حصل خير يا حبيبتي، وبعد كده يا ريت تاخدي بالك من الاكل كويس قوي، ويا ريت تبطلي عياط بقى عشان خاطري انا. ربنا يخليك ليا يا خالد وما يحرمنيش منك ابدا. طيب عشان بقى الكلمتين الحلوين دول هاخدك ونروح نتغدى بره ونقضي اليوم كله بره لوحدنا. ومسحت دموعها وردت عليه وقالت له: وهتأكلني بيتزا يا خالد؟ تمام يا حبيبتي، وكمان هنشرب عصير قصب. لا بقى ده انا اقوم اغير هدومي بسرعة بسرعة يا حبيبتي وانا مستنيكي. وراحت علا تغير هدومها، وخالد اللي كان بيبصلها بكل حب وهو مش مصدق ان هي عملت الاكل مشطشط بالطريقة دي، بس ما ظلمش مراتات اخواته وقال يمكن ما تكونش خدت بالها مثلا ومرضيش يزعلها او حتى يجي عليها وهي لسه عروسة. وبعد شوية كانت علا وخالد طالعين من البيت وهم بيضحكوا ومبسوطين مع بعض، وفاطمة بتبص عليهم من البلكونة وهي متغاظة ومفروسة وقلبها مليان من ناحيتها على الآخر. وقفلت البلكونة ودخلت جوه وقالت بكل عصبية لشروق اللي كانت قاعدة بتأكل بنتها قدامها: شايفة يا شروق؟ وكمان واخدها ومخرجها ولا كأن حصل أي حاجة. لا وكمان لما دافع عنها على الغدا قدامنا، شفت عمل معاها ايه يا فاطمة؟ شفت يا اختي شفت؟ ما هي خدت احسن واحد فيهم شخصية وبيشتغل كويس واكتر واحد بيدفع في مصروف البيت، وانا بقى اخدت حسن ودايما قاعد وما بينطقش بولا كلمة، ولو حتى شاف اي حد جه عليا منهم ما بيتكلمش،
ومش كفاية كمان متحملاه على عيبه وهو مش بيخلف. ومن سمعك يا اختي، ده انا لو كنت عملت حركة الشطة دي كان سيد خلاني انا اللي كلت الاكل كله، ده غير قلة القيمة اللي هاخدها منه. بقى احنا برضو نتمرمط كده وحتة عيلة مفعوصة زي علا تتدلع وتتشال على الراس من فوق وتاخد خالد؟ هو احنا يا اختي هنقعد نندب حظنا كده؟ وهي شوية شوية هتبقى الكل في الكل، واحنا في ايدينا ايه وما عملناهوش؟ وجوزها على طول في صفها وواقف جنبها. عيب عليكي تقولي كده لفاطمة اللي الدنيا علمتها بزيادة. انا بقى اللي وهعمل كتير قوي. بس قوليلي الاول يا بنت يا فاطمة، انت بوظت الاكل بالشطة ازاي يا قروبة؟ ابدا يا ستي، وانا برغي معاها غفلتها وعملت اللي عملته في الاكل بقى. والله يا بنتي يا فاطمة ده انا بقلق منك قوي وبقلق ازعلك. انت ايه يا بنتي، دماغ شياطين؟ قوليلي بقى يا شروق، انت رايحة فين دلوقتي؟ هروح فين يا عيني عليا؟ هنزل اشوف الهم اللي ورايا تحت، لحسن لو اتأخرت اكتر من كده سيد هيقلب الليلة فوق دماغي. طيب انزلي انتي وانا بقى هروح امسي على حماتي واحكي معاها شوية على الست علا. قصدك بقى تقلبيها على علا مش كده برضو؟ بالظبط كده يا شوشو. وفعلا فاطمة خدت بعضها ونزلت على حماتها على طول، وحماتها قالت شوفي البيت بقى دي اللي كانت عاملالنا فيها غلبانة أيام الخطوبة. والله مش لوحدك يا حماتي، أنا اللي متفاجئة فيها بصراحة، بس في إيدينا إيه يعني نعمله لها؟ ما إحنا لازم نستحملها. وليه نستحملها بقى؟ إن شاء الله ده بيتي أنا وجوزها يبقى ابني وتعيش هنا على مزاجي أنا وبس. ما هو أنا بقولك نستحملها يا حماتي عشان خالد ده زعق فيكي قد كده، وفي سيد أخوك كبير عشانها، ومش بعيد تبقى هي اللي عاملة كده عشان تخلي خالد ياخدها ويجيب لها شقة برا. ومش بعيد كمان شروق تقول وهي أحسن مني في إيه وتاخد سيد وتمشي من البيت ده كله. يا لهوي، طيب والعمل يا فاطمة يا بنتي؟ شوري عليا، احنا مش هنعمل لها اي حاجة، احنا بس هنعودها على العيشة معانا وعلى بيتنا كمان. وانا هقولك ازاي، بس تسمعي كلامي يا حماتي. وتاني يوم جه ميعاد الغدا، فنزلت علا وهي لابسة عباية جديدة برضو، وأول ما فتحت لها فاطمة علا ما كلمتهاش ودخلت على الشقة على طول، فاتغاظت فاطمة أكتر ما هي متغاظة منها. وبعدين دخلت وراها وجت وقعدت جنب حماتها وقالت لها صباح الخير يا حماتي. صباح النور يا بنتي، ما نزلتيش من بدري ليه يا علا؟ ما هو النهاردة مش يومي في الترويق والطبيخ، وقلت لنفسي أنزل على الغدا أحسن. لا معلش بقى يا حبيبتي، بعد كده كل يوم لما ينزل جوزك على شغله تنزلي وتقعدي معانا هنا تحت، ولما يرجع من شغله تبقي تطلعي مع جوزك على شقتك. وليه كل ده يا حماتي؟ أنا بحب أقعد براحتي في شقتي. تحب اللي تحبيه براحتك يا عينيا، إنما اللي يتعمل هنا اللي أنا أحبه بس. انتي متجوزة ببيت عيلة ولازم تعملي زي ما سلايفك بيعملوا بالظبط. واتضايقت علا من كلامها، بس ردت عليها بكل هدوء وقالت لها حاضر يا حماتي، هعمل كل اللي هتشوفيه. قومي يلا يا اختي هزي طولك كده واعملي لنا كوبايتين شاي انا وفاطمة. ما فاطمة قاعدة جنبك اهي يا حماتي، ما تقوم هي اللي تعمل الشاي؟ معلش يعني هي تقعد وانا اللي هشتغل عندها؟ لا يا حبيبتي، ياللي صحيالي بعد أذان الظهر، فاطمة هنا من صباحية ربنا وبتعملي كل اللي أنا عايزاه، وشايلة بنت سيد كمان عشان أمها مش فاضية. حاضر يا حماتي، هقوم أعمل لكم الشاي. وقامت علا ودخلت المطبخ عشان تعمل لهم الشاي، وكانت شروق واقفة في المطبخ، بس علا ما اتكلمتش معاها خالص. وبعدين فاطمة قالت لمحاسن حاجة بصوت واطي، وبعد ما طلعت علا من المطبخ وحطت لهم الشاي قعدت على طول، وفاطمة قالت لها
حلوة قوي العباية اللي انتي لابساها دي يا علا، جايباها منين يا حبيبتي عشان اجيب زيها؟ دي من عندنا في اسكندرية، في واحدة بتعمل الحاجات دي بالطلب، مش هتلاقي زيها في المحلات. طيب اصلها عجباني قوي، ما تخليكي جدعة كده وتديهالي يا علا. معلش يا فاطمة، انا مش بحب ادي حاجتي لاي حد، ابقى لما اروح اسكندرية عند خالتي هجيب لك واحدة مقاسك. جرى ايه يا بت؟ هو انت شايفة نفسك كده ليه علينا؟ وانا شفت نفسي فين بس يا حماتي؟ امال مش راضية تدي العباية لسلفتك ليه؟ اسمعي بقى، احنا هنا بيت واحد، مفيش حاجة اسمها بتاعتي وبتاعتك، بس انا مش هحاسبك عليها اكمنك يعني لا عندك اب ولا ام ولا حتى اخوات، وما تعرفيش يعني ايه عيلة. بس لو اتكررت تاني هوريك الوش التاني يا بنتي يا علا، انتي فاهمة ولا انتي مش فاهمة؟ حاضر يا حماتي، لما اقلعها هغسلها واديها لفاطمة. لا يا حبيبتي، انا عايزاها دلوقتي وحالا. دلوقتي ازاي بس يا فاطمة؟ انتي مش شايفاني لابساها؟ روحي اقلعيها فوق وهاتيها لفاطمة، يلا يا حماتي. بس يعني ما تسمعي الكلام بقى يا بنت انتي وغوري يلا من قدامي واعملي زي ما قلتلك. وعلا قعدت تعيط وطلعت فعلا وغيرت العباية ولبست واحدة غيرها ونزلت وادتها لفاطمة اللي اخدتها ورمتها جنبها على الكرسي. وبعدين اتجمعوا كلهم واتغدوا مع بعض، وطلعت علا وخالد على شقتهم، وخالد سألها وقال: مالك بس يا علا؟ انا لما رجعت من الشغل كان شكلك متغير جدا. لا يا حبيبي مفيش حاجة، انا كويسة الحمد لله. قولي صحيح، انت عملت ايه في الشغل اللي انت قلتلي عليه متعطل معاك؟ زي ما هو متعطل والله يا علا، حتى انا هسافر بكرة دمياط واشوف حل للموضوع ده. ايه، انت هتسافر بكرة يا خالد وهتسيبني لوحدي هنا في البيت؟ دي كلها يوم ولا 2 وهرجع على طول يا حبيبتي. لو انت قلقانة من قعدتك تحت ما تنزليش حتى اليومين دول، وانا هقول لأمي تسيبك براحتك. لا 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 يا خالد بلاش، انا مش ناقصة مشاكل، وعادي يعني لما انزل اهو اديني هتسلى شوية. تمام يا حبيبتي، اللي يريحك اعمليه على طول. وتاني يوم الصبح طلع خالد على شغله وقرر ان هو يسافر يومين عشان يعمل كل اللي وراه. ونزلت علا وقعدت تحت في بيت حماتها، وكانت فاطمة هي اللي عليها التنظيف وترويق الشقة كلها والطبيخ. وأول ما نزلت حماتها قالت لها: شاطرة يا علا، لو ما كنتش نزلتي بدري النهاردة كنت هزعل منك قوي. وانا ما يرضينيش زعلك يا حماتي، واللي عايزاه هعملهولك على طول. ايوه كده جدعة، وانا شكلي كده هحبك يا بت. وفي الوقت ده كانت فاطمة واقفة عند باب المطبخ، وأول ما سمعت محاسن بتكلمها كويس اتعصبت جدا وخرجت وقالت: معلش بقى يا حماتي، ممكن تخلي بالك من الأكل اللي على البوتاجاز، أصل لازم أنضف مكان الفراخ اللي فوق عشان ريحة السطوح ما تبقاش وحشة. أكل إيه يا فاطمة اللي أقف عليه في المطبخ؟ ما انتي عارفة يا بنتي إن أنا عندي خشونة في رجليا. خلاص يا حماتي، أنا هدخل المطبخ وأقف على الأكل لحد ما تيجي يا فاطمة من فوق. لا يا حبيبتي كتر خيرك، هو أنا ناقصة تعملي لنا شطة في الأكل وتبوظهولي زي ما عملتي قبل كده؟ معاكي حق يا بنتي يا فاطمة، اطلعي انتي يا علا نضفي السطوح تحت الفراخ. حاضر يا حماتي اللي تشوفيه. وفي الوقت ده كانت علا بتنضف السطوح، وطلع واحد في البيت اللي قصادهم وفضل يبص عليها وهي ما خدتش بالها منه خالص. وفجأة طلعت حماتها، وأول ما شافت الراجل بيبص عليها راحت مسكتها من إيديها جامد وزعقت فيها وقالت لها: يا قليلة الرباية، بقى انتي واقفة بتتقصعي والراجل واقف قدامك؟ راجل مين ده بس يا حماتي اللي واقف؟ أنا مش واخدة بالي من أي حد. بصي يا أختي وراكي وانت تعرفي. وبصت علا وراها ولقت فعلا في راجل واقف، ودموعها نزلت وقالت لحماتها: والله العظيم يا حماتي أنا أصلا ما كنتش شايفاه، ولو كنت شايفاه كنت نزلت على طول لحد ما مشي. ما انت يا اختي عمالة تلبسي المحزق والملزق وتحطي الأحمر والأخضر، كل غرضك بقى إن الرجالة تبصلك. حرام عليكي يا حماتي، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا بنت ناس ومتربية.
لا يا حبيبتي، ما هي باينة التربية قوي، بس اقول ايه؟ انت اللي ما لقيتيش اللي يربيكي، ابوك وامك سابوكي وراحوا يا عينيا، بس انا بقى اللي هربيكي من اول وجديد. اتنيلي يلا، انزلي قدامي لتحت، غيري العباية الضيقة اللي انت لابساها دي والبسي حاجة واسعة، يلا يا بنت نجري. ونزلت علا على تحت وهي بتعيط، وغيرت هدومها كلها ونزلت قعدت مع حماتها، وكانت فاطمة وشروق بيبصولها بكل شماتة، فسابتهم وراحت قعدت مع بنت شروق الصغيرة اللي في الأوضة وهي بتشيلها وبتلعبها. وفاطمة قربت من شروق وقالت لها: عاملة فيها الست الغلبانة وبتلعب في بنتك، بس قوليلي الأول يا فاطمة، انت عرفتي منين ان فتحي جارنا بيبص فوق على علا؟ ها؟ اصل يعني هو كل يوم في الوقت ده بيبقى واقف على السطوح بتاع عمارتهم. اكمنك انت بقى كل يوم والتاني بتطلعي في الوقت ده وتعملي الاكل للطير، مش كده برضو؟ انت تقصدي ايه بكلامك ده يا شروق؟ جرى ايه؟ هتسوقي العوق معايا انا؟ يا ستي هو انا مالي، انت حرة في اللي بتعمليه. ايوه انا حرة، وانت تعملي اللي اقولك عليه وبس، والا بقى هخليكي مع العروسة الجديدة وارتاح منكم على الاخر. هو في ايه يا فاطمة لكل ده؟ كل ده عشان بسألك سؤال عادي يعني؟ لا تسأليني ولا اسألك يا روحي، خدي بنتك من عندها جوه يلا، واوعي تديها وش، انت فاهمة؟ وقامت بسرعة ودخلت على الأوضة اللي فيها علا، ولقيتها منيمة بنتها الصغيرة وبتطبطب عليها بكل حنية، فقربت منها وقالت لها: معلش يا علا يا حبيبتي، تعبتك معايا. لا تعب ولا حاجة يا شروق، هي نامت على طول، والقعدة معاها أرحم بكتير من القعدة مع غيرها. واتضايقت شروق جدا من نفسها على اللي عملته مع علا، وإنها واقفة في صف فاطمة مع إنها متأكدة إن في حاجة بين فاطمة واللي اسمه فتحي ده. وعلا قالت لها: أنا غيرت لها قبل ما تنام وأنا هطلع أقعد بره شوية. شكرا يا علا، تسلم إيديكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. العفو يا شروق. وأول ما جه الليل كل واحد من ولاد الست محاسن طلع على شقته، وكانت علا طالعة على شقتها، بس جت حماتها وزعقت فيها وقالت لها: رايحة على فين يا بنت انتي؟ أبدا يا حماتي، أنا طالعة على شقتي، عايزة حاجة؟ طالعة تعملي ايه في شقتك يا نن عين حماتك وجوزك مش موجود؟ عايزة تباتي لوحدك ليه؟ حرام عليكي يا حماتي والله، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ حرمت عليكي عيشتك يا اختي، اتنيلي وترزعي هنا على الكنبة، اتخمدي عليها لحد ما النهار ما يطلع. حاضر يا حماتي، بس اطلع اجيب غطا من فوق. لا استني، انا هجيبلك حاجة تتغطي بيها. والست محاسن دخلت اوضتها وجابت لها ملاية خفيفة وقالت لها: خدي يا اختي اتغطي بدي واتخمدي على طول. بس الملاية دي خفيفة قوي يا حماتي، والجو برد قوي. الصلاة دافية يا عينيا، اتخمدي يلا ومش عايزة اسمعلك صوت. وبعد شوية كانت محاسن نايمة جوه في اوضتها، وكانت علا نايمة في الصالة، والجو كان برد عليها جدا وما كانتش عارفة تنام. وفجأة موبايل علا رن، وكان خالد جوزها، ومسحت دموعها وردت عليه بسرعة وقالت له: كده برضو يا خالد؟ اليوم كله ما تكلمنيش ولا حتى تسأل عني؟ معلش يا حبيبتي، اليوم كله كنت مشغول جدا وانا لسه راجع من بره، وقلت اطمن عليكي قبل ما انام. طيب يا حبيبي، ربنا معاك ويعينك يا رب. ملسوتك يا علا، في حد مزعلك ولا ايه؟ وعلا كانت عايزة تحكي له على كل اللي حصل، بس علا كانت عارفة ان هو طول اليوم في الشغل وتعبان، وهي هتكمل عليه وتشغل باله باللي حصل، فردت عليه بكل هدوء وقالت له: ابدا يا حبيبي، انا بس متضايقه ان انت مش موجود وسايبني هنا لوحدي. معلش يا حبيبتي، انا هاجي بكره بالليل ان شاء الله، ولو انت قلقانه تباتي لوحدك انزلي اقعدي تحت عند ماما. انا مش بايته في شقتي يا خالد، انا بايته عند مامتك اصلا. طيب كويس كده، احسن برضو يا علا. طيب روح انت نام بقى يا حبيبي، تلاقيك صاحي من بدري الصبح. ماشي يا حبيبتي، يلا تصبحي على خير.
وقفلت علا معاه وقعدت تكلم نفسها وتقول لما ترجع يا خالد هحكي لك على كل حاجة وتشوف لي حل مع مامتك واللي بتعمله معايا ده. وتاني يوم الصبح كانت محاسن قاعدة مع فاطمة وبيتكلموا بصوت واطي، وكانت علا واقفة في المطبخ بتجهز الأكل، وفاطمة قالت لا يا حماتي اوعي اوعي تعملي كده أبدا. ليه بقى إن شاء الله؟ ابني لازم يعرف كل حقيقتها ويربيها من أول وجديد. افرضي مثلا يا حماتي خالد راح يتخانق مع اللي اسمه فتحي ده ومش هينوبنا من كل اللي هيحصل غير الجرسة في الحتة وبس. وانتي مين اللي قالك ان فتحي هو اللي بيبص على علا؟ دي شروق هي اللي حكت لي والله يا حماتي. المهم بقى اوعي تحكي اي حاجة لخالد، وكفاية ان انت عرفتي كل حاجة عنها. ربيها بقى براحتك يا حماتي، وهي ملهاش اي حد يقف لها. وقامت محاسن وقالت اما اروح اشوف الست هانم بتعمل ايه في المطبخ. ودخلت محاسن المطبخ ولقت علا عملت الاكل كله وبتغسل في مواعين، وبصت لها من فوق لتحت وقالت لها انتي ايه اللي انتي طبخاه ده يا بنت انتي؟ ابدا يا حماتي، خالد راجع النهارده من السفر وعملت له كل الاكل اللي بيحبه. وانتي بقى يا ست هانم تعملي الاكل ده كله من دماغك ليه؟ ما جيتيش ليه وسالتيني من الاول؟ انا اسفه والله يا حماتي، ما كنتش اعرف ان لازم اسالك قبل ما اطبخ. لا تساليني الاول. واسمعي بقى لما يرجع خالد ابني من السفر اياكي حسك عينك تقولي له على اللي حصل امبارح على السطوح. انتي فاهمه ولا لا؟ معلش يا حماتي انا مش هقدر اخبي اي حاجه على جوزي. بقى انت بتلبسي اللبس بتاعك الميع ده وتخلي الرجاله تبصلك وفي الاخر تروحي تشتكي لابني؟ افرضي مثلا راح يختي واتخانق معاه وعملوا حاجه ببعض، هتكوني مبسوطه وقتها؟ والله لو جبتله اي سيره لخليه يطلعك في الشارع وارتاح منك خالص. حاضر يا حماتي اللي تشوفيه. وتنيلي يلا شيلي الاكل ده في الفريزر واعملي الاكل اللي هقولك عليه. يا لهوي يا حماتي ده مفيش وقت خالص، عشان بعد كده يا عينيا ما تقلفيش من دماغك وتطبخي اللي انا عايزاكي تطبخيه. فاهمه ولا لا؟ وقالت حماتها الكلام ده وخرجت من المطبخ على طول. وبعدين دخلت لها شروق وقالت لها بقولك ايه يا علا، حماتي بتقولك اعملي فراخ ورز ملوخية وحطي على السفرة ورق عنب واوعي تشيليه في الفريزر. حاضر يا شروق انا هعمل لها الاكل اللي هي عايزاه. مالك بس يا علا بتعيطي كده ليه يا حبيبتي؟ مفيش حاجة، بس انا عملت كل الاكل الخالد اللي هو بيحبه، وكنت هطلع واغير هدومي واظبط نفسي كده عشان خالد لما يرجع من بره، بس الاكل ما عجبش حماتي وقالت لي اعمل غيره واشيله في الفريزر. بقولك ايه يا علا ما تاخديش على كلامها، انا وفاطمه بنقول لها حاضر ونعم وبناخدها على قد عقلها وفي الاخر بنعمل اللي احنا عايزينه. ازاي يعني يا شروق؟ انا مش فاهمه اي حاجه. يعني خدي الاكل ده واطلعي بيه على شقتك على طول وخلي جوزك يتعشى من الاكل الحلو اللي بيحبه اللي انتي عاملاه بايديكي يا حبيبتي. طيب لو حماتي يعني سألتني عليه هقول لها ايه؟ يا بنتي بلاش الطيبة الزيادة اللي انتي فيها دي، ولو سألتك عليه قوليلها باظ ورميتيه، وانا بقى هقول لها انا كمان شفته وهو بايظ. وحضنتها علا وقالت لها وهي مبسوطة انت طيبة قوي يا شروق وانا حبيتك جدا. لا ده انت بس اللي ما تستاهليش اي حاجة وحشة يا علا. وفي الوقت ده ورا باب المطبخ كانت واقفة فاطمة وبتتصنت عليهم، وأول ما سمعت كلامهم قعدت تكلم نفسها وتقول بقى كده يا ست شروق؟ طيب ما تزعليش بقى من اللي أنا هعمله فيكي، أرتاح من علا الأول وبعدها هيجي دورك يا حبيبتي اللي عاملنا فيها حمامة السلام. وأول ما جه الليل كان لسه خالد ما جاش من بره، وطلعت علا من المطبخ بعد ما لفت الأكل اللي عملته لخالد وأخدته معاها، وجت تطلع من باب الشقة سمعت فاطمة وراها بتقول لها على فين كده يا حبيبتي؟ مع إني مش من حقك تسأليني سؤال زي ده، بس على العموم أنا طالعة على شقتي يا فاطمة. وإيه اللي في إيديكي بقى ده إن شاء الله؟
ده العشا بتاعي وبتاع جوزي، ولا انت ما بتاخديش منابك وانت رايحة شقتك؟ باخد طبعا يا حبيبتي، بس مش باخد اي حاجة من ورا حد. وفاطمة علت صوتها جدا وفضلت تنادي على حماتها وتقول: يا حماتي يا حماتي، تعالي شوفي الحرامية اللي عايشة معانا في البيت. وانا قعدت اعيط وقلت لها: يا ريت تحترمي نفسك وتتكلمي معايا كويس. وجت حماتها وجت وراها على طول شروق اللي كانت لسه ما طلعتش على شقتها، وهم قلقانين جدا من الصوت العالي. ومحاسن حماتها قالت: في ايه يا بت منك ليها؟ هتفرجوا علينا الناس. يا اختي ما تقولي الكلام ده لمرات ابنك اللي بتاخد الاكل من وراكم. اكل ايه اللي بيتاخد من ورا حماتك يا فاطمه؟ ما كل واحده فينا بتاخد عشاها هي وجوزها وتطلع على شقتها. معاكي حق يا حبيبتي، بس الهانم واخده اكل غير اللي احنا واخدينه. طلعي يا بت الاكل اللي في ايديكي ده ووريني واخده ايه. وعلا قعدت تعيط وما نطقتش بولا كلمه. وشروق ردت عليها وقالت: استني بس يا حماتي، انا اللي اخدت الاكل اللي عملته الاول يا حماتي عشان اخلي خالد جوزي يتعشى منه. انا اللي طبختهوله بايديا دي ومخصوص عشان افرحه. يا اللي مش متربيه بتاخدي الاكل من ورايا يا حراميه. بس اقول ايه، فعلا ما لقيتيش اللي يربيكي. لو كان ابوك وامك عايشين كنت اشتكيتك ليهم وكانوا ربوكي من اول وجديد. بس اعمل ايه، يا حسرة عليكي. ما هي دي غلطتك من الاول يا حماتي، معرفتيش تنقي واحدة تليق بينا. خلاص يا حماتي، حصل خير، سيبيها تطلع بالاكل عشان خاطر خالد. مش انتي اهم حاجة عندك، هي راحت ابنك وبس. واتنهدت محاسن وقالت: خليها تغور في داهية، بس والله العظيم يا علا ما هعدلك الحركة دي ابدا. وطلعت علا على شقتها، واول ما دخلت شقتها فضلت تعيط جدا. وبعدين قامت بسرعة واخدت شاور وغيرت هدومها وفضلت مستنية خالد لحد ما رجع من السفر وقابلته. بس كانت متضايقة جدا وقعدوا يتعشوا مع بعض. وراح خالد وقف في البلكونة وعملت له علا كوباية شاي وادتها له على طول وقال لها: مالك يا علا، هو انت متضايقة ان انا رجعت من السفر ولا ايه؟ ها؟ لا والله ابدا يا خالد، ده انا ما صدقت ان انت ترجع لي بألف سلامة. طيب يا حبيبتي، مالك زعلانة كده ليه؟ انا تعبت قوي يا خالد، ما تيجي انا وانت ناخد شقة بعيد عن البيت هنا ونقعد فيها لوحدنا. هو في ايه يا علا؟ هو في حد عملك اي حاجة؟ قولي وانا هجيبلك حقك تالت ومتلت. انا مش عايزة اي مشاكل يا خالد، ولا عايزاك تعمل مشاكل مع اهلك. احنا لو قعدنا بعيد هنرتاح كتير صدقني، وانا هرتاح اكتر. اعرف الاول حصل ايه وايه اللي خلاكي تقولي كده يا علا. مامتك مش بتحبني ابدا يا خالد، وكمان فاطمه مرات اخوك انا كاني دخلت عليهم زي الهم كده. انا مش هكدب عليكي طبعا يا علا، انا فلوسي قدامك اهي، نص المرتب بحطها في البيت، انما الفلوس اللي كنت بحوشها مع امي لو قلت لها عايزه اجيب شقه بره هتزعل مني جدا عشان هي مش عايزاني انا واخواتي نبعد عن بعض. طيب خلاص، قول لها ان انا هقعد هنا في شقتي ومش هنزل عندها ابدا، وهي لو عاوزه تطلع اهلا وسهلا، ده بيت ابنها. انما انا نفسيتي قفلت من تحت قوي يا خالد. طيب اهدي عشان خاطري يا حبيبتي وانا هريحك والله يا علا، بس لو حاجه حصلت يا ريت تقوليلي، انا عايز اعرفها منك انت الاول. حاضر يا حبيبي. وفي الوقت ده البلكونه اللي جنبهم على طول كانت فاطمه واقفه وماسكه الموبايل بتاعها وسجلت كل كلام علا وخالد وضحكت بشر وقالت: اما نشوف بقى حماتي هتقول ايه لما تسمع كلام العروسة الجديدة. وتاني يوم سمعت فاطمة الكلام اللي سجلته لعلا وخالد لحماتها وقالت لها: انا ما كنتش بحب اتصنت على اي حد والله يا حماتي، وانتي عارفاني كويس قوي، بس البنت دي بالذات عايزة تاخد خالد منك وتبعده عنك كمان، والله اعلم بقى نيتها ايه.
وقامت محاسن بسرعة وطلعت فوق عند شقة علا وخالد وخبطت على الباب جامد، وفتح لها خالد وقال لها: خير يا ماما، بتخبطي كده ليه؟ في حاجة حصلت تحت ولا ايه؟ وسع كده من وشي، امال فين الهانم مراتك اللي ملقتش اللي يربيها؟ في ايه يا حماتي؟ انا عملتلك ايه الكل ده؟ هي عملتلك ايه على الصبح كده يا ماما عشان تقولي عليها كده؟ بقى الهانم عايزة تاخدك مني يا خالد وتخليك تسيب البيت اللي انا بنيته في سنين. انا عايز اعرف دلوقتي حالا مين اللي قالك حاجة زي كده يا ماما؟ يعني هو ده كل اللي همك يا خالد؟ انا سمعتها بوداني بس، ورحمة ابوك البت دي لو قعدت هنا دقيقة واحدة لانا اللي هسيب لكم البيت ده وامشي. يا ماما اهدي بس عشان خاطري، وبعدين انتي شفتينا مشينا دلوقتي يعني. حقك عليا يا حماتي، انا اسفة. لو عاوزانا سامحك بصحيح توطي على رجلي دي وتبوسيها وتحلفي على المصحف انك مش هتقولي لابني ان ياخدلك بيت بره. كلام ايه ده بس يا ماما؟ يعني ايه تبوس على رجليكي؟ حرام عليكي، حرمت عليها عيشتها، ده اخر كلام عندي يا خالد. وخالد مسك ايدين علا وقال: وانا مراتي يا ماما عندها كرامة، وعمري في حياتي ما هخلي اي حد يجي عليها حتى لو كان مين. يعني ايه الكلام ده يا خالد؟ هتخليني امشي واسيب لكم البيت باللي فيه؟ انا اللي همشي من هنا يا حماتي. تعالى معايا يا خالد ووصلني للمحطة، هروح اقعد عند خالتي كام يوم. لا يا حبيبتي، هتروحي عندها وبلا رجعة، انا هجوز ابني ستك. وعلا دخلت اوضتها وهي بتعيط وغيرت هدومها هي وجوزها، وخالد اخدها ووصلها المحطة وقال لها قبل ما تركب الاتوبيس: ما تزعليش يا علا، حقك عليا انا يا حبيبتي، اقعدي عند خالتك بس كام يوم وانا ههديها وهرجعك تاني. ما تزعلش مامتك يا خالد وراعي ربنا فيها، وانا كفاية عندي ان انت مصدقني ومش هتتخلى عني ابدا. انت بنت اصول يا علا، وانا مستحيل اتخلى عنك ابدا او حتى سيبك. وطلعت علا الاتوبيس ومشيت على اسكندرية، وخالد رجع البيت من تاني وراح يتكلم مع مامته عشان يقنعها ترجع علا تاني. ومحاسن قالت: بقولك ايه يا خالد، عايز ترجع مراتك يبقى تخليها تعتذرلي وكمان تبوس رجلي، غير كده يبقى يفتح الله. ايه بس اللي انتي بتقوليه ده يا ماما؟ بقى علا تستاهل منك كده برضو؟ وايه يعني علا دي ما تسواش في سوق النسوان بصلة. احنا اللي عملنا لها قيمة يوم ما تقدمنا لها وخليناها تدخل بيتنا من تاني وتعيش في وسطنا كمان، ويا تجيبها تبوس على رجلي يا اما تطلقها يا خالد. برضو مفيش فايدة يا ماما، انت مصممة على اللي في دماغك ومصممة تتعبيني كمان. انا عايزة مصلحتك يا ابني، البت دي عمرها ما تستهلك ابدا، وانا بحاول اخليها تبقى لايقة بيك، بس انت عايم على عمها. اللي يريحك يا ماما اعمليه، بس انا عمري ما هطلق علا ابدا ولا هخليها اي حد يجي عليها ابدا، عشان تبقي عارفة يا ست ماما. ووصلت علا عند بيت خالتها واتفاجئت لما لقت راجل غريب هناك، وخالتها قالت: نورتينا يا علا، اهلا وسهلا بك يا حبيبتي. مين الاستاذ ده يا خالتي؟ ده اشرف جوزي، انا كنت هقولك بس ما جاتش فرصة يعني. ازاي بس يا خالتي؟ ازاي ما تقوليليش حاجة زي دي؟ اللي حصل بقى يا بنتي. وقعدت علا تتكلم مع خالتها، وكانت متضايقة جدا من نظرات جوز خالتها اللي ما كانتش كويسة ابدا ليها. واول ما جه الليل كانت قاعدة علا في اوضتها وهي زعلانة وبتعيط ومش عارفة تلاقيها منين ولا منين، بس كل اللي كان في بالها ان هي مستحيل تقعد مع راجل غريب تحت سقف واحد حتى لو كان جوز خالتها. وتاني يوم كانت محاسن قاعدة بتتفرج على التلفزيون، وفجأة الباب خبط عليها وراحت شروق عشان تفتح الباب، لقيت علا واقفة قدامها. وشروق قالت: علا انت رجعتي يا حبيبتي، حمد لله على سلامتك. حماتك جوه يا شروق؟ ايوه يا حبيبتي، قاعدة جوه بتتفرج على التلفزيون. ودخلت علا عند حماتها، وشروق وفاطمة كانوا موجودين. واول ما شافتها محاسن قالت لها:
اللي جابك هنا يا بنت انتي؟ مش خلاص ارتحنا منك؟ انا جاية عشان ابوس على رجليكي يا حماتي زي ما انتي عايزة. طيب ومستنية ايه يا عينيا؟ رجليا اهي. ونزلت علا على الارض وباست رجل حماتها ودموعها بتنزل على خدودها، وهي حاسة ان جاية على نفسها قوي من كل اللي بيحصل فيها ده. وفاطمة قالت: ودلوقتي بقى يا حبيبتي تحلفي على المصحف ان انتي مش هتقولي اي حاجة من كلامك اللي انتي قلتيه لخالد ده. ملوش لزوم يا فاطمة، كفاية لحد كده. هي عرفت غلطتها وعمرها ما هتكررها تاني. روحي غيري هدومك دي يا علا، ويا ريت ما اشوفش وشك النهارده، وبكره تنزلي عندي من النجمة تنضفي البيت ده كله وتشوفي اللي وراكي. حاضر حاضر يا حماتي. وطلعت علا على شقتها، وشروق كانت متضايقة جدا عشانها. وبعد شوية رجع خالد وعرف كل اللي حصل، وزعل جدا على علا وقال: ليه بس تعملي كده يا علا؟ انا كنت هتصرف واجيب اي شقة بره ونقعد فيها لوحدنا. ما حصلش اي حاجة يا خالد، مامتك زي مامتي الله يرحمها، وانا هستحملها لحد ما الدنيا تتعدل معاك. وفي شقة شروق دخل سيد جوزها وكان متعصب جدا، وشروق قالت له: ملك يا سيد، في ايه يا اخويا؟ وانا راجع من بره لقيت البت اللي اسمها فاطمة واقفة على ناصية الشارع مع جارنا اللي اسمه فتحي، ولو اي حد شافهم واقفين مع بعض هيفهم غلط. بقولك ايه يا سيد، انا لازم اقولك واحكيلك على كل اللي عملته فاطمة في علا عشان اريح ضميري من يمتها. ما تتكلمي يا شروق، ثابتة ليه؟ وشروق قعدت مع سيد وحكت له على كل اللي حصل. وبعد شوية جمعهم سيد كلهم في شقة أمه وقال لهم: يلا يا شروق انطقي واتكلمي على اللي انتي حكيتهولي من شوية. وحكت لهم شروق على كل حاجة، وكمان قالت ان هي شاكة ان في حاجة بين فاطمة وفتحي جارهم. بقى انت يا بت يطلع منك كل ده يا بت يا فاطمة؟ ايوه واكتر من كده يا حماتي. هو انت كنتوا مستنيين مني ايه؟ افضل كده وحاطه ايدي على خدي وقاعده مع ابنكم اللي مش بيخلف، وكمان ما بقاش لي اي كلمه في البيت ده؟ امشي اطلعي بره بيتي، وانا لما يرجع جوزك من السفر هقوله على حقيقتك كلها، وهخليه يبعتلك ورقتك على بيت اهلي في 60 سلامة يا عيلة هم. وطلعت فاطمة بره البيت وكانت بتبص لشروق وعلا بكل غيظ، وبعدين مشيت على طول وقرب خالد من علا وقال: الحمد لله ان ربنا باين حقيقتك اللي انا كنت مصدقها من الاول. حقك عليا يا علا يا بنتي، انا اللي مشيت ورا كلامها، وانا دلوقتي مستعدة ابوس على رجلك يا بنتي بس عشان خاطر تسامحيني. حصل خير يا حماتي، انتي في مقام امي برضو، وانا مستحيل اخليكي تزعلي ولا تعملي اي حاجة زي كده. وخالد قرب من علا وبس دماغها وقال لها قدامهم: ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا جدعة يا بنت الاصول. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ايمي، والسلام عليكم ورحمة الله.